اهو الهدف الاولاني ده ايه من رضا عزب بيلعب كرة عرضية لمصطفى رأفت، هدف لا تنقصه الدقة. معروف لرضا، معروف لرضا اهو الاوفر الكروس، مفيش رقابه، مفيش ضغط نفس احداث مفيش ضغط. ده هدف بيهدفنا، فكرنا اعزائي المشاهدين بفلافيو نجم النادي الاهلي 2010 و2009 و2008. ده انا رايي الكابتن احمد سعيد عامل بشكل غير طبيعي. نعم. غير طبيعي زي ما يكون هو مش موجود في المباراه. نعم. للاسف ده حتى في حاجه كمان غريبه حصلت، يعني بعد 5 دقايق من الشوط الثاني، 5 دقايق من الشوط الثاني نعم. عامل 3 تغييرات في وقت واحد. نعم. طب ما احنا عندنا تجربه قبل كده، هنستفيد من اخطائنا ازاي؟ تجربه مانويل جوزيه في مباراه نهائي كاس مصر مع المقاولين العرب. نعم. عمل 3 تغييرات في الشوط الاولاني، ولما اصيب امير عبد الحميد في ذلك الوقت شادي محمد وقف جول وتعرض الاهلي كاس مصر. طب انت النهارده لو الحارس اتصاب في مباراه مصريه لنادي القناه، نعم. دلوقتي هتضطر توقف لعيب جول وتلعب ناقص عدديا مع فرقه ابراهيم، وانذار لحارس المرمى علاء ابراهيم، يعني نتيجه العرقله كده الأنش ودويدار، احمد دويدار وعلاء، دويدار وعلاء، دويدار وعلاء، وجول. جول الهدف الثاني لنادي اتحاد الشرطه. احمد دويدار في الدقيقه 20 من الشوط الثاني بيعزز تقدم نادي اتحاد الشرطه 2-0، وفرحه من لاعبي اتحاد الشرطه. كده بيقربوا من ال3 نقاط، يعني لسه حوالي يعني باقي 25 دقيقه حوالي. عبد الله لحسام عبد العال، يا ولد من مره واحده لسعيد مراد، ماشي سعيد، وادي التسديده، جول. جول الهدف الثالث لاتحاد الشرطه. سعيد مراد مصمم انه يحرز الهدف. سعيد مراد الهدف الثالث لنادي اتحاد الشرطه. بقول لحضراتكم يمكن الكره اللي فات وعدى، المره دي واخد القرار وعدل على يمينه، والتسديده على شمال علاء ابراهيم محرز الهدف الثالث لنادي اتحاد في الدقيقه الاخيره من عمر اللقاء. 3-0. مصطفى رأفت الهدف الاول، احمد دويدار الهدف الثاني، وادي التسديده الجميله لسعيد مراد، واخد القرار ومعزم وشايط بيمينه على شمال علاء ابراهيم يحرز الهدف الثالث. هنا التصميم موجوده، تبقى الهجمه لسه موجوده، لسه الهجمه بالعنوان والالوان الخضراء للنادي المصري. هنا الاستلام، وهنا عاشور يسدد، يا ولد عاشور هتقدم، يعلن عن كوره. هدف ايه يا ابني ده؟ يطلقها عاشور القدم اللي لسه بقول حذاري عاشور، لكن الراجل ايه؟ يطلق صاروخ ارض تعلن عن هدف جميل جميل جميل، هدف بورسعيدي، هدف للنادي المصري. الله على الكوره، هنشوفها مع حضراتكم في القعده. وكوره هدف اول، كوره 1-0 اللي بنقول قربوا الفريقين، لكن بيعلن. بص شوف هنا الراجل مرجح رجله، الله روحي راحت الكوره على يسار حارس مرمى نادي بتروجيت لتعلن عن هدف جميل للنادي المصري. يا سلام للنادي المصري، ادي الكوره وادي الاعاده، الراجل فوتها والتاني حاططها بهدف جميل، هدف من الاهداف الجميله. القدرات الخاصه طبعا لعاشور، عاشور فتح النور وفتح باب التسجيل للنادي المصري بورسعيدي بهدف جميل. ادي الراجل هنا في ايه، و6 دقايق، ده وقت كبير قوي يا جماعه. اتلعبت الكوره في المرمى، جول ولا ايه؟ ده هدف التعادل. يا الله على الكوره، يا الله على الكوره. والدوري المصري مختار، يعني ان الله مع الصابرين، الصبر جميل، الصبر. بص شوف يا سلام عليك، من خرم ابره حاططها ازاي الكوره دي دخلت، ازاي الكوره دي عدت، لكن خلاص هي دي الاقدار، وهو ده الحوار، وهو ده مختار. يا سلام على الدوري المصري الجميل. بص شوف هنا في القعده من خرم ابره بيعلنها سعيد كمال عن اجمل وعن اغلى